السلام عليكم. طبعا كلها يومين، ويوم الخميس نشوف ماتش القمة ما بين الأهلي والزمالك المتعارف عليه. وتعالى طبعا كلنا أكيد من 3 أيام عارفين المصيبة والكارثة اللي حصلت هناك في دولة الإمارات. وزي ما احنا شايفين في الصورة كده قدامنا، صورة يعني تخلي الواحد يشمئز إن ده حالنا. وإن الصورة دي مهينة على فكرة. الصورة دي مهينة للأهلاوي والزملكاوي لأي حد. أي حد هيبص على الصورة دي هيعرف إن الصورة دي مهينة. بس الصورة دي سببها إيه؟ إيه اللي وصّل الموضوع لهنا؟ نجيبها من البداية. رقم 1، كابتن عبد الواحد السيد قال لك إيه؟ إحنا افتكرناه مشجع أهلاوي، يبقى أساس المشاكل دايمًا التعصب. إحنا الديربي الوحيد اللي في العالم اللي دايمًا لازم يبقى فيه مليون مشكلة وانسحابات وشتيمة وكل حاجة، وعلى فكرة أساسها التعصب. أنا واحد صاحبي امبارح بيسألني بيقول لي: "طب هنعمل إيه في موضوع التعصب؟" وكان بياخد الموضوع كنوع من أنواع الدردشة كده وإحنا بنتكلم. طبعًا مش أنا اللي هاجي أحل المشكلة ديّة، بس أنا هاقول رأيي ويا ريت كل واحد فيكم يقول رأيه والله وما تستسفهش الموضوع، لإن بجد التعصُّب بقى فتنة، ما بقاش نوع من أنواع السخرية وإن كل واحد فينا فرحان في التاني وبيحفّل عليه شوية والموضوع بيخلص زي زمان. الموضوع بقى فتنة، وفي الوقت اللي أنت فيه ده وإخواتك بيموتوا والدنيا خربانة حوالينا في كل الدول اللي حوالينا وفي انقسام غير طبيعي، فإحنا نيجي عشان لا مؤاخذة كورة ويحصل بينا ده كُلّه؟ فأنا هاقول رأيي بمنتهى الأمانة. التعصب أساسه نفسي. أي بني آدم يعني دراسات علم النفس، أي بني آدم في الدنيا بيبقى عنده تعصب لفكرة أو مذهب أو معتقد. فأنت مش هتقدر تقضي على التعصب نفسه إلا بحاجة واحدة، اللي أنت تتعصب لحاجة تكون ذات أولوية أو شأن أعلى. بالبلدي أنت بتتعصب مثلًا إيه، لو إيه مشكلة بين ابنك وابن عمك، أنت التعصب بتاعك هيبقى لابنك. طب لو ابن عمك والغريب هيبقى لابن عمك. يبقى الموضوع اللي أنت يبقى فيه أولوية أعلى من الحاجة اللي أنت متعصب ليها. طب إيه اللي أعلى من الأهلي ومن الزمالك ومن مصر ومن الدول كلها؟ التعصب لله. هتقول لي يا عم أنت إيه اللي دخل الكورة في الله؟ حاجة صغيرة. بالله عليك، هل أنت شايف إن أنت لما تقعد تشتم في لعيب كورة بالأم وبالأب وتشتم في الزملكاوي والزملكاوي يشتم في الأهلاوي، هو أنت فاكر إن كل الشتيمة المباحة اللي أنت فرحان بيها دي مش قذف محصنات من السبع الموبقات وهتقعد بقى يوم القيامة تتذلل حرفيا بسببها؟ هو أنت لما تخسر صاحبك ولا أخوك ولا قريبك ولا ابنك ولا جارك عشان خاطر كورة، هو أنت لما تموت من حرقة الدم وأنت نايم فتموت، في ناس بتموت، أنتم متخيلين علشان خاطر إيه؟ يا جماعة الكورة دي زيها زي المسلسلات وزي المسرحيات، أنت بتقعد تتفرج عليها علشان تسلي وقتك آخر اليوم فيقل الضغوطات بتاعتك بتاعت اليوم كله. يعني كله بيصحى من الصبح بيفضل شغال طول النهار وعليه ضغوط الحياة اللي احنا عارفينها، فانت بتتفرج على الكورة عشان تخرج من الضغوط دي، مش علشان تزود الضغوط ضغوط والاسترس ستريس والاقي نفسي كمان داخل في مشاكل وبخسر ناس وبقطع علاقات وفي صلة ارحام بتتقطع لمجرد ان انا متعصب لكيان. كيان ايه؟ لا الاهلي ولا الزمالك هينفعك يوم القيامة ولا هينفعك في الدنيا. خلي اي حد مننا كده محتاج فلوس ويروح للنادي الاهلي ولا الزمالك يقول له انا محتاج فلوس، هيطردوه من على البوابة. روح قول لهم انا مشجع وعايز اخش بس معيش فلوس اللي انا الرسوم اللي اقدر اخش بيها او معيش فلوس اشتراك النادي، يقول لك امشي يالا. فالتعصب على ايه؟ انا هكلمك بمنتهى انا واحد اهلاوي وبتفرج ساعات، ولما بدات اكبر شويه زمان كنت متعصب وبقعد ازعق ومش عارف ايه، بعد كده بيتكبر دماغي. لما بدات اكبر بدات اكبر دماغي وساعات ما اتفرجش على الماتش اصلا. ممكن برضه ساعه الماتش اتشد شويه، بس لما لقيت نفسي هتشد زيادة عن اللزوم بسيب الماتش وامشي. اصلي مش دي اللي هتعمل فيها كده. ما تخسرش حد، ما تخسرش قريبك ولا جارك ولا صاحبك ولا اي حاجه. حتى التحفيل يا جماعه، حتى التحفيل خدناه لمناطق وحشه قوي. يعني ايه انسانيا كمان، مش هقول لك دينيا، انسانيا يعني ايه؟ مثلا انا حفلت على واحد وضحكنا وهزرنا والموضوع كان جميل، ايه الفكره في ان انا لما الاقيه ضايق فافضل اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه؟ انا بضايقه. طب ضايقته مره وضحكنا، مش لازم افضل اضايقه مره واتنين وتلاته واربعه واحفل مره واتنين وتلاته واربعه. ايه ده؟ وفي الاخر والله انا بخش على السوشيال ميديا بشوف كميه سب وشتيمه لبعض بالالافات، وبيجات كبيره جدا بيخبطوا في بعض، ولاعيبه الكره اللي بيمسكوا بعض ويضربوا بعض. وايه ده؟
ليه كل ده؟ الموضوع رياضة أصلا، الموضوع أسهل وأبسط من كده بكتير. فرقتين بينزلوا بيلعبوا رياضة، الأكفأ فنيا والأكفأ بدنيا هو اللي بيكسب، مع بعض التوفيق لأي فريق من الاتنين. الكسبان ألف مبروك وزي الفل، الخسران هارد لك واتعب تاني وارجع والعب تاني، والموضوع مكسب وخسارة، الموضوع خلصان. أنت كسبتني النهاردة وأنا هكسبك بكرة، والموضوع سجال، لكن مش حرب. يعني حتى الرياضة مش عارفين نتحد فيها؟ احنا منقسمين في كل حاجة في الدنيا، حتى الرياضة. الرياضة في العالم كله مش كده يا جماعة. فيا ريت ننسى التعصب حتى لله للفترة دي. والله يا جماعة أصلا أنا مش عايز أقول لكم هو أنتوا إزاي بتتفرجوا على الكورة، عشان بس ما أقعدش أمثل عليكم الدور المثالية الكدابة. بس والله يا ريت نقل التعصب شوية. أخوك وصاحبك وجارك أهم مليون ألف مرة من الكيان، لأن وقت ما تقع هو اللي هينفعك مش الكيان. سلام.